مساء الفل، معاكم الدرش، والنهارده عامل لكم فيديو جديد وفكرته مختلفه. الوطن العربي كله عارف مصر بتفطر ايه. يا عم اطلق بناحيه، بس هل احنا عارفين اخواتنا في الوطن العربي يفطروا ايه؟ ده اللي احنا نعرفه في السلسله الجديده اللي انا عاملها. هنجرب الفطار من كل البلدان العربيه بحيث نبقى عارفينه، ولو في اي غلط قلناه اتمنى اخواتنا العرب يصححوا لنا. يلا لقمه هنيه تكفي 300. احنا هنجرب الحاجه مش هنقيمها، لان في حاجات هبقى اول مره ان انا اجربها. فاحنا مبدئيا كده جايبين فطار السعوديه. فطار السعوديه عملنا سيرش كتير لان الموضوع متشعب جدا، لان في 4 مناطق: نجد، الحجاز، الجنوب، والشرقيه. فاحنا حاولنا نجيب منيو الفطار كامل بتاع السعوديه من مطعم موجود هنا في مصر. هنبدا بقى بحاجه حاجه واعرفكم، لان في اسماء يعني مقلقل ومعصوبه وتنيس. هنجرب الحاجات دي كلها مع بعض. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتعمل شير، ولو عندك فكره فيديو يا ريت تكتبها لي في الكومنتات. يلا بينا نبدا. هنبدا باول حاجه وهي اهم حاجه معانا النهارده، اللي هو عيش التميس. ده الشكل بتاعه كده، هو طري جدا. عايز اقول لكم ان عيش التميس ده هو اصله افغاني، تمام، واخواتنا في الخليج واليمن اعتمدوا عليه بشكل اساسي في الفطار. معانا بقى الفول بيعملوه بطريقه مختلفه. عاملين فول زيت زيتون بالخلطه السعودي، وفول قلابه، وهو اتسمى قلابه عشان هي مكوناته كلها بتتهرس وبتتعمل مع بعض، تمام. ناخد بقى من التميس كده، بس هو عيش طري خالص وفي ريحه خمير كده، بس ريحته حلوه، بيفكرني بالعيش الفلاحي، حلو قوي. هنجرب الاول الفول القلابه. عايز اقول لكم ان الريحه بتاعته مختلفه، انا حاسس فيه بريحه تخديع، يعني ريحه فول بلظ ريحه تخديع. تعال نجربه. هو بيفكرني بالفول اللي بتخديع عندنا، بس في حاجه مميزه كده، طعمها حلو قوي. هو طعم مختلف خالص عن الفول اللي احنا بنجربه هنا، هو الفول اللي احنا بناكله. عايز اقول لكم ان هو في بصل، في طماطم، ولكن طعم البهار نفسه مختلف. يعني ما دوتش طعم البهارات دي في الفول قبل كده، بس انا مش عارف هي ايه، بس مديها تيست حلو قوي. يعني انا بالنسبه لي لو اجرب اكل سعودي تاني اكيد هطلبه وش. نجرب بقى الفول بالخلطه السعودي. شكلهم قريب قوي من بعض، وعايز اقول لك ان هم مش نفس الطعم خالص. ده طعمه حاجه وده طعمه حاجه ثانيه. الطعم بتاعه حلو قوي، بس بصراحه اللي عجبني اكتر اللي هو يكون القلابه ده. طعمه جميل ومش بعيد عن الثقافه بتاعتنا العربيه، مش بعيد خالص، ومتجانس، والواحد ممكن يقعد يخلص طبقين من ده والله. وعايز اقول لك ان انا على طول باكل الفول بالطحينه، فدي يعتبر اول مره اكله من غير طحينه، فعجبني قوي. حكايه بصراحه. تعالوا نخش على اللي بعده. هنبدا مع تاني حاجه معانا، مقلقل لحم بقري. مقلقل لحم بقري دي عباره عن لحمه بقري متقطعه صغير، متشوحه مع فلفل وبصل. يعني هي اقرب للشاورما المصري او طريقه عمل كده الاسكندراني. فاحنا هندوق برضو واقول لكم طعمها عامل ازاي. حلو قوي. هم شكلهم مشوحينه بدهن او بليه، بس مش ليه، يعني مش طعم بقى، بس مسيحينه بدهن، مشوحينه يعني. بصوا الطعم بتاعه حلو قوي، وعايز اقول لكم ان هو غني قوي بالبهارات. بس البصل فيه بيقرش هو، والفلفل، بس اللحمه دايبه خالص، واللحمه متقطعه حتت صغيره قوي، فمتقطعه تقطيعه الشاورما البيتي، مش الشاورما اللي هي السيخ. فطعمه جميل. الاختلاف الوحيد اللي انا ضايقه اختلاف البهارات، ولكن ما بهرنيش يعني، بس تجربه لذيذه. هم بيفطروا مثلا على الفطار لحمه، بيتغدوا ايه؟ يعني احنا بنفطر فول، بنتغدى فراخ ولحمه. يلا نخش على بعده. بعد كده معانا التونه الساده والتونه جبنه. دي تعتبر التونه الساده، ودي كده التونه بالجبنه، وشايف عليها بصل كده، الشكل بتاعها حلو قوي بصراحه، والجبنه سايحه. طيب هنبدا بالتونه الساده، ودي سعرها 85 جنيه من غير الضريبه. عايز اقول لكم ان الريحه بتاعتها مش ريحه تونه خالص خالص، مختلفه نهائيا عن التونه بتاعتنا، وكمان فيها ريحه سموك ده عاليه قوي، يعني ريحه تدخين عاليه قوي قوي فيها، ريحتها حلوه قوي. ايه الحلاوه دي؟ انا مش عارف ايه ده، بس انا مبسوط. على فكره لما تيجي تاكل التونه فيها سن الزفاره، مش زفاره، سمك كده. هنا لا، التونه طعمها حلو قوي، مقطعين عليها خضار صغير كده، بصل وفلفل. انا مش عارف هم عاملينها مدخنه ازاي، انا عارف ان في تونه مدخنه، بس هنا التدخين بتاعها في حته تانيه. بس التونه بصراحه حلوه قوي، 10 على 10. تعال نخش على الطبق التاني معانا، اللي هو التونه بالجبنه. هل هي جبنه حلوم، هل هي جبنه موتزاريلا؟ هنشوف مع بعض. هي شكلها جبنه كريمي كده، شكلها حلو قوي، اول مره اشوف بصراحه جبنه كريمي على التونه، فالافتكاسه دي ما جاتش في دماغي ان انا اعملها قبل كده بصراحه، فشابوه بجد. تعال نحط حته جبنه كريمي كده على التونه. لا رهيبه، عندي سعاده افطر كل يوم من دي. ايه الطعم ده؟ الجبنه الكريمي مع التدخين بتاع التونه مع البصل والفلفل متقطعين صغير، والله العظيم الطبق ده اختراع. كده نخش على اللي بعده.
حلو قوي. بعد كده معانا كبده غنمي، المفروض ان هو كبده غنمي متشوح برضو زي المقلقل كده، فيتاكد برضو. طبق الكبده ده سعره عامل 150 جنيه، متقطع كده الكبده فيها حتت كبيره، ودي تقطيعه حلوه قوي، بحب التقطيعه الطويله دي. تعال ناخد بقى ايه، هي الميزه ان هو مليان كبده بصراحه، 150 جنيه فالسعر بتاعه حلو قوي. بس كبده غنمي دي يعني كبده ضاني المفروض. تعال نشوف بقى بيعملوها بأنهي طريقه. طعمها غريب قوي، يعني هي شكلها مستوي ماشي من جوه ومن بره، بس بمسكها هي كاني بشد حته بلاستيك في حاجه. انا بحب الكبده الضاني والله، بس مش عارف مش عاجباني والله، مش عاجباني والله. بص هي مش احلى تجربه جت النهارده، ولكن اكتر حاجه طاغيه على الطعم هو طعم الكبده. وعايز اقول لكم انها مش مفلحه ولا متبهره. هي جابت اترمت على الصاج، اترمت على الطاسه، اتشوحت مع البصل، يعني حتى طعم البصل والطماطم انا مش ضايقه والله. فممكن يكون بس هو المطعم ده بيعملها مش كويس، مش هنحكم على الاكله يعني بتاعها كلها. يلا نخش على اللي بعده. هنخش بعد كده معانا على الشكشوكه. هل السعوديين برضو ما بيجي يفطروا الشكشوكه هل بيعملوها برضو بنفس الشكل اللي احنا بنعمل بيه الشكشوكه، بيض وخضار وكده ولا لا؟ ده اللي هنشوفه طبعا الشكشوكه بتاع النهارده. ده كده شكل الشكشوكه، هي مضروبه جامد مع الخضار ماشي، ده الشكل بتاعها. بص هي الريحه بتاعتها شكشوكه عادي، بس في حاجه مميزه الاكل السعودي لغايه دلوقتي، بحس ان في تخديعه او في نوع بهار او تسبيكه للاكل بتاعهم، يعني بحس الاكل كله مسبك. عايز اقول لكم ان طعمها حلو قوي، بس هي مش الشكشوكه بتاعتنا خالص. انا مش ضايق طعم البيض، يعني مش طعمه مش واضح قوي زي الشكشوكه عندنا، والخضار نفسه واضح، هو ميكس كده مع بعض مديني حاله حلوه قوي. طعم التدخين والافتر تيست في بقي من الاكل السعودي النهارده حكايه بصراحه. بس انا افطار زي كده عموما تقيل قوي ان انا افطره كل يوم. هو اكيد طبعا الطعميه والفول تقال برضه، بس خلاص يعني مش كل الناس تاكل فول وطعميه في مصر، بس اكل كده محتاج فاهم، محتاج جلابيه. والله اكل محتاج جلابيه. خطيره ب 55 جنيه وخطيره، نينجا والله نينجا النينجا. بعد كده معانا اخر حاجه معانا في الفطار قبل الحلو، وهو الكبده على الحجر. فانا مش هخش بصراحه بفطره، يعني مش هحط لقمه كبيره في بقي لغايه ما ادوق طعم الكبده الاول، لان الكبده الغنمي ما عجبتنيش. هو جاي مقطعه شرايح كبيره كده، ودي حاجه حلوه قوي، دي اقرب حاجه بشوفها بالنسبه لنا للكبده الضاني المشويه. تعالى ناخد حته متحرمشه كده، السوا بتاعها ضعيف قوي، حاسسنا احمد العوضي سيكا. بصوا هي اكتر حاجه مميزه فيها انها مش مميزه ان هي، يعني اكتر حاجه مميزه فيها ان هي مش مستويه. يعني هي يا دوب شمه النار، هي يا دوب شمه النار، فمش عارف انا بالنسبه لي هي بتشد، مش شده طبيعيه، هي بتشد جامد، بس التست بتاعها عالي. لو في حد كيف الكبده النيه هيحبها قوي. ما الكبده مش جايه معايا خالص. تعال نخش بقى معانا على اخر حاجه. هنخش على اخر حاجه معانا واكتر حاجه لخبطتنا في الاستوديو، المعصوب والاريكه. المعصوب والعريكه، ده كده شكل المعصوب اللي هو عباره عن الموز، الشكل بتاعهم عليهم كده حبه بركه من فوق، شكلهم حلو قوي، يعني مش عارف انا متفائل بيهم جدا لان هم اصلا ريحتهم قلب الاستوديو. وعايز اقول لكم كمان ان انا ما كنتش اعرف ان المعصوب والعريكه دول اللي حلوه اصلا، كنت فاكرهم كبسه، حاجه من انواع الكبسه حاجه كده. طيب هننزل بالعسل كده، شكله هيبقى طعمه حكايه. انا اخر حاجه عارفها عن المعصوب والعريكه دول ان هم بيبقوا عاملين زي طور كده او حاجه كبيره، وحواليها عسل وسمنه، وحد بياخد بايده بيغمس في السمنه وبياكل. فما اعرفش بقى هل هي دي نفس الحاجه ولا لا. يلا نبدا بالمعصوب اللي مليان عسل. حاطين فوق عليه كده عين جمل وكاجو، شكلهم حلو قوي، ده تقيل. هي طبقه كده قشطه من فوق. ده عيش، ده عيش بجد، ده كنت فاكرهم بيهزروا. ماشي، ايه ده؟ هو حالي من تحت مسكر قوي من فوق، والعسل مخبي عليك ان اللي تحت ده عيش، ده الوصف. طيب القشطه مع العسل مع الكاجو واللوز والزبيب وحبه البركه دي، انا اول مره ادوق في حياتي حلو وحادق وحلو. هو كطبق اصلا حلو قوي، طعمه حكايه. عجبني قوي بالموز ده، التست بتاعه حلو قوي، عالمي بصراحه. عارفين ده لو جه مصر المطاعم الحلوه عندنا هيبقى في محلات الحلويات اللي عندنا تعمل نفس الكلام ده، تشيل الخبز المفتفت في الاخر اللي تحت، حط مكانه ملفيه كانك بتاكل ام علي بالقشطه والمكسرات والموز. والله طعمها يبقى حكايه، اختراع ده. لو فتحت مطعم هعمل الاكله دي، عالمي بس تقيل قوي. يلا نخش بعد كده على العريكه، دي نفس الفكره بس مكان الموز بلح،
جامده 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 اخر 12 حاجه. والله العظيم عايز اقول لك ان ده اكتر حلو مش مصري انا دقته عجبني. يعني انا بحب حلويات غرب كتير، بس مش قصدي بالغربي، انا قصدي ان هو بره مصر عموما، بس الطعم بتاعه حكايه. ناخد ضربه بقى من اللي كده بلح دي، وعيش وقشطه وكاجو مع عين جمل وزبيب وحبه البركه. بس بقول لك ايه، انا مش شايف هنا عيش، انا حاسس ان تحت ده عيش. ريحته حكايه. عارف انت البلح باللبن؟ توينكز ده اكيد محشي كريمه. الطعم بتاعه حلو قوي 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 قوي. ميكس المكسرات والخلايا ما بيلبسوش جلاليب عشان الاكل بتاعهم بيتخن، عشان الحلو بتاعهم بيتخن. بصراحه هما الاثنين بالنسبه لي هم منتج الفيديو النهارده. الطعم بتاعهم حكايه. وعايز اقول لكم حاجه كمان، طعمهم مش قريب من بعض، كل واحد ليه نكهه وطعم تحفه، مع ان اتشابهوا كتير في المكونات بتاعتهم. بس البلح من ناحيه والموز من الناحيه الثانيه، الاختراع ده معلم معلم معلم. وياهو على الموز. يا لهوي على اللي بالقشطه، هذا ما لم نسمع به من قبل. دي كده كانت حلقه النهارده من الدش، وده اول فيديو في السلسله بتاعت اكلات مش مصريه. حلقه عجبتني جدا، عجبني قوي الاختلاف، عجبني قوي اختلاف المطابخ وطعم التوابل المختلفه، عجبني قوي اختلاف الفطار، لان معظم البيوت عندنا بيفطروا بيض وجبنه وفول. فبصراحه الفول عجبني جدا، والتونه حكايه. يعني في حاجات كتير قوي هدخلها في اكلي لو اعرف اعملها في البيت. الحاجه جايه حلوه قوي. واكتر حاجه فاجئتني الحلو اللي قدامي ده. احنا جايبين الاوردر ده من مطعم اسمه ابشر بعزك، هو ده مش اعلان خالص، بس ده اكتر مطعم لقينا عليه ريفيوز على جوجل فجبنا منه. بصراحه الحاجه جايه وهم، جايه صبحه، مع ان ده منيو فطار واحنا بنصور بالليل، ولكن الحاجه مش جايه بايته خالص ولا باين انها معموله من الصبح. حاجه طعمها حلو قوي. لو عجبتكم السلسله عرفوني في الكومنتات نستمر عليها. كان معاكم الدرش، سلام.